متابعيني الغاليين حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. تعالوا نشوف احنا عملنا صينية البطاطس دي بالفراخ ازاي في وقت قياسي. وكانت بصراحة صينية الانقاذ بالنسبة لي. انا لقيت الوقت جري مني، معرفش ازاي. أنا كنت مطلعة الفراخ تفك من الصبح وبس، الوقت جري مني. لقيت خلاص الساعة 5:15، رحت قايمة بسرعة مقطعة شوية البطاطس دولت، وعندي بصلتين مبشورين، وقرن فلفل حامي على بارد زي ما انتوا شايفين. وكمان حطيت معاهم مكعبتين مرق الدجاج وملح وفلفل بس. دي كل التوابل اللي انا حطيتها. انا واقفه في المطبخ عماله افكر، الوقت جري، طب انا هعمل ايه؟ الحق اعمل ايه؟ يلا بسرعه قلت اعمل صينيه بطاطس المنقذه واحط فيها الفراخ هتستوي بسرعه. لما تستوي احطها في الفرن، اكون انا عملت شويه رز جنبها. رحت ضحكه كده منزله البصل مع الفلفل والتوابل زي ما قلت لكم. مرق بتاع دوت، يعني فلفل اسود وملح بس، ومكعبتين مرق الدجاج، وقلبتهم في بعض. ورحت منزله البطاطس مقلباها فيهم، ورحت جايبه الوراك وبقيت ادعكها كده. انا طبعا كنت بحب اشرح الوراك كده عشان تشرب من التتبيله ومن الطعم الاكل وانا بعمله. بقيت اخد بقى كده من البصل والفلفل وهم متبلين، وادعك كده تحت الجلد، وادخل شويه برضو اسيبهم تحت الجلد زي ما انتوا شايفين. بصراحه كانت صينيه البطاطس دي منقذه ليا. يعني كان الساعه 5:15 وانا مش عارفه اعمل ايه، فهي اللي نقذتني بصراحه. اما جاتني فكره ان انا اعمل، انا كنتش هعمل النهارده صينيه بطاطس خالص، بس جت في بالي ان هي هقلبهم في بعض كده واحطهم على النار من فوق شويه، وبعد كده في الفرن، واعمل شويه الرز يكونوا خلاص استوت. فضلت بقى ان انا ادعك كده الفراخ بالبصل المتبل والفلفل زي ما انتوا شايفين. وخلاص بقى خلصتهم. هجيب بقى البطاطس وابتدي ان انا ارصها في تحت كده على البصل. وحطيت بقى الوراك. عارفين انا كنت بعمل وانا متوترة وخايفة الوقت يعدي وملحقش اخلص الاكل. فبصراحة الحمد لله بقيت أسمي الله، الحاجة بقت يعني في ثواني. أنا كمان خلصتها قبل المغرب ما يدن بشوية. اللي مع ربنا ما بيغلبش. المهم بقى أنا خلصت كده ورحت رصة الوراك. جبت بقى كده السمنة، نطورت كده بمعلقة السمنة على الوراك من فوق. طبعا هي هتسيح بقى وتنزل في كل المكونات. عندي بقى هنا معلقتين صلصة. دي صلصة من بتاعة البرطمان، او انت لو مسبكة صلصة حطي معلقتين زي ما انا عاملة كده. ودي شوية قوطة انا ضرباهم كده في الكبة، مش منعمهم قوي، يعني تحسوا ان هم خشنين شوية كده بالقشر، بدل ما اقطع القوطة حلقات او حتت صغيرة. انا مش بحب اعمل البصل حلقات في صينية البطاطس، بحب اديله يعني ضربة بسيطة كده في الكبة يبقى خشن شوية. هنا بقى الكبة مطرح ما كنت ضربة البصل حطيت فيها مية عشان أزود صينية البطاطس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آه خلصت بقى كده الصينية. بصوا ما خدتش معايا وقت. هجيب بقى صينية تانية وهغطيها وهحطها على النار من فوق على العين الكبيرة. يا دوبك كده هتغلي يعني حوالي 5 دقايق كده على النار. زي ما انتوا شايفين بقى انا غطيتها عشان البخار يتكتم فيها فينزل كده وتغلي بسرعه ما تاخدش وقت معايا. حطيتها على النار غلوتين، ورحت فاتحه الفرن حطاها من تحت مولعه من تحت. استوت ورحت هوب الرز عملته من فوق. صينيه البطاطس كانت كملت سواها في الفرن. ولعت الشوايه وخدت اللون ده، والحمد لله نقذتني وعدت. جربوا وقولوا لي رايكم، ما تنسوش اللايك، ومع السلامه.